السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل مع بعض صينية المشكل او طاسة المشكل. هي المفروض تتعمل في طاسة، بس انا ما كانش عندي طاسة هتكفي الكمية، لان انا كنت عاملة 3 كيلو، فحبيت ان انا اعملهم في الصينية عشان ياخدوا راحتهم في التسوية. ده عبارة عن كبدة على كلاوي على قلب، ولو عايزة تزودي اي حاجة تانية زي الفشة مثلا تسلقيها وتحمريها معاها برضو بتبقى حلوة. بس انا عملت ال3 دول علشان عندي ما بيحبوش غير ال3 حاجات دول. محدش بياكل الفشة عندي في البيت غيري انا. فعملت لهم كبدة على كلاوي على قلب. عندي محلات الكبدة هنا بتكون مجهزة الكبدة على التحمير على طول وحاطين التتبيلة. انا بصراحة لا، لما بكون عايزة اشتريها بطلبها منه مثلا من المحل وبقول له انا اللي هتبلها في البيت. ليه بقى؟ لان في خطوة انا بعملها ممكن ناس كتير تعترض عليها، ان انا بشطف الكبدة وبشطف الكلاوي والقلوب. في ناس تقولك لا دي هي فايدتها في دمها، بس انا مش بتقبل ان انا اكلها كده. لو انت بتتقبلي ما تشطفهاش، لان ده الصح ان انت ما تشطفهاش، بس انا مش بتقبل فبشطفها بصراحة. فانا كل حاجة كده بقى لوحدها اهي. كيلو الكبدة اهو، كيلو القلب في النص، وكيلو الكلاوي على حرفهم. هاخد كل حاجة احطها في بولة واشطفها شطفة كده خفيفة، مش هفتح عليها المية كتير. اشطفها شطفة خفيفة كده واحطها في مصفى الصفة، وكل حاجة هحطها لوحدها. معايا بقى هنا راسين من الثوم علشان الكمية اللي معايا، ومعايا قرن فلفل رومي، وتلات اربع قرون فلفل حامي مع شوية شطة. والكمون حطيت معلقة كبيرة من الكمون، رشة فلفل اسود صغيرة، والملح بتاعي. هضرب الكلام ده كله في الكبة، واخد بقى معلقة من كل حاجة اتبل بيها. هنا بقى الكبدة طبعا بعد ما شطفتها حطها صفت، حطيت لها معلقة خل، وهحط عليها معلقه كبيره من التتبيله واقلبها فيها. نفس الكلام الكلاوي عملت فيها نفس الحركه. وطبعا كل حاجه من دول حطيت لها معلقه خل كده قبل ما اتبل. ليه ما تبلتيش الكلام ده كله مع بعضه؟ هقول لك بقى ليه. لان القلب والكلاوي بياخدوا تسويه. تمام كده. الكبده طبعا معروف ان هي ما بتاخدش تسويه كتير على النار، لكن القلب والكلاوي بياخدوا تسويه. بصوا بقى انا كل حاجه كده اهي حطها لوحدها ومتبلاها. ممكن تاخدي تقلي او تحمري الحاجة بتاعتك على طول في الوقت ده، وممكن تسيبيها في التتبيلة ساعة 2 3. انا لاني كنت عندي وقت كنت متبله الحاجة دي زي الساعة 2 الظهر، وكنت هحمر على الساعة 6، فقعدتها بتاع حوالي 4 ساعات في التلاجة. شربت بقى من التتبيلة وبقت تحفة. هنا بقى علشان عايزة ان حاجة تكفي، فجبت صينية. ممكن لو انت عندك طاسة وعاملة كمية اقل هتكفي، لكن انا عاملة 3 كيلو في الصينية دي علشان ياخدوا راحتهم في التسوية. حطيت بقى شوية زيت كده حلوين، ونزلت على اول حاجة كده بالكلاوي. ليه الكلاوي؟ علشان الكلاوي اكتر حاجة بتبقى فيها بتاخد تسوية. يعني القلب كمان بيشد وبياخد تسوية، بس الكلاوي اكتر. فنبدأ بالكلاوي. ننزل بالكلاوي كده، والكلاوي هتجيب مية يا جماعة. عايزينها تنزل ميتها وتستوي 3/4 سوا، مش عايزينها تستوي سوا كامل، 3/4 سوا. ونركنها على جنب. تمام كده. بصوا بقى هتلاقوا الكلاوي دلوقتي جابت ميه، وهي ميتها دي اللي هتسويها. ما تحطلهاش اي حاجه، هو الزيت بس والتتبيله اللي انت حطوها. بصوا جابت ميه ازاي. هبتدي بقى اسيبها بقى تاخد 3/4 تسويه كده، واركنها على جنب. تمام. بصوا بقى كده خلاص جابت ميتها. وهتلاحظي ان الكلاوي بتكش شويه لانها بتنزل ميه. نزلت بقى ركنتها على جنب، ونزلت بالقلب. هنا لفيت الصينيه علشان النار في عندي ناحيه وناحيه، يعني ناحيه عاليه وناحيه واطيه. وبدات بقى ان انا احمر كمان القلب. والقلب طعمه بيبقى حلو قوي يا جماعه. وبرده القلب بيجيب ميه كده زي ما انتم شايفين. هسيبه برضو يكمل سواه ويستوي 3/4 سوا. هنا بقى انا مش عارفه اعمل ايه في النار فروحت على العين التانية دي لانها اقوى عين عندي. وبدات ان انا حطيت قلبت كل الكلاوي مع القلب، وهسيبهم يستووا مع بعض 3/4 تسويه. ونزلوا ميه زي ما انتم شايفينها كده. عايزاهم يشربوا ميتهم. هنا يعتبروا هم خلاص دخلوا في السوا. فركنتهم على جنب، ونزلت بالكبده. الكبده بقى طبعا معروف ان هي مش بتاخد تسويه كتير، وفي نفس الوقت مش بتغيب على النار زي الكلاوي والقلب. فنزلت بالكبدة اخر مرحلة، ومش عايزين نقلب كتير. تمام كده. عشان الكبدة يعني مش بتحتاج تقليب كتير، لان هي ضعيفة شوية، يعني روحها خفيفة كده. الكبدة لما دخلت في التحمير بقى كده وبدأت خلاص، رحت خلطوها مع الكلاوي والقلب، كله بقى اختلط مع بعضه. وشمي بقى الريحة والله. نزلت بقى عليها بقرن فلفل رومي مع قرنين فلفل حاميين كده، علشان انا اصلا كنت حاطه فلفل حامي في التتبيله، فكانت مشطشطه وجامده.
يعني كانت مشطشطه جدا وجامده جدا في الحميان، فما حبيتش ان انا ازود اكتر من كده. الفلفل المخضر الفاتح ده حامي جدا، اما الفلفل اللي هو الرومي طبعا ده مش حامي. خليته بقى كده في اخر مرحله، انت ممكن تنزلي بيه في بدايه الزيت، لكن انا ما حبيتش اعمل كده، انا حبيت ان انا انزل بيه في النهايه علشان يبقى فيه جرشه كده ويبقى طعمه حلو. تمام. نزلت بقى في صينيه كبيره واسعه كده زي ما انتم شايفين بالكميه كلها وفردتها كده. وكنت عامله جنبها بقى بطاطس الشيبسي، بس ابني خدها وطلع يجري طبعا، كان جعان يلا خلصي، وهما بيبقوا اكتر حاجه بتضايقهم حركه التصوير الاخيره دي، مش عايزين نصور خالص بقى. فقلت لهم يا جماعه انا بقى لي فتره ما بصورش على القناه، فسيبوني ان انا اشتغل بقى. فكنت عامله جنبها شيبسي، اعملي بقى جنبها شيبسي او بطاطس محمره صوابع عاديه، جنبها بقى طحينه، وممكن تعملي جنبها سلطه خضراء. انا كنت عامله طحينه وبطاطس شيبسي بس. وهاتي بقى عيش بلدي او عيش فينو، بتبقى طعمها حلو جدا. تعمليها في البيت كده وما تشتريش سندوتشات جاهزه من بره، كل حاجه اعمليها في البيت اضمن واحلى، وتبقي عارفه انت جايبه الكبده منين، او الحاجه انت جايباها من مكان واثقه فيه، سواء بقى كبده بلدي او كبده مستورده، بتبقي عارفه المكان انت جايباها منين. لكن اللي بره في المحلات والله انا مش ضمناها. فانا بصراحه بحب دلوقتي ان انا اي حاجه ولادي بيحبوها او جوزي بيحبها بعملها في البيت بايديا. يعني السندوتشات دي الجاهزه من بره ما بشتريهاش خالص. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.